في لحظات من حياتي كنت تايهة جدا ومش عارفة أبدأ منين ولا أظبط إيه. وكنت دايما مستنية إن يجيلي التغيير الكبير اللي هيغير حياتي فعلا، بس اكتشفت إن حياتي مش محتاجة تغيير كبير ولا حاجة. اكتشفت إن الحل في أبسط التفاصيل. التغيير الحقيقي بدأ لما بدأت أركز على تفاصيل صغيرة بس بتتكرر كل يوم. في الفيديو ده هشارك معاكم 7 حاجات صغيرة جدا بس لما عملتها فرقت في حياتي وغيرت بيها يومي وتفكيري وطريقتي في الحياة. ويلا بينا نبدأها خطوة بخطوة. أول حاجة وهي تحديد نية اليوم. أول ما أصحى من النوم كده وقبل ما أمسك موبايلي حتى أسأل نفسي سؤال: أنا نيتي إيه في يوم النهاردة؟ والسؤال ده إجابته مش جدول ومش قائمة مهام يومية هنكتبها. السؤال ده إجابته إن أنا مثلا نيتي إن النهاردة أكون مركزة، إن أنا نيتي النهاردة أكون هادية، نيتي النهاردة أكون ممتنة. يعني كده نيتك بالحالة اللي انت عايزة تكملي بيها يومك واللي انت عايزة تعيشي بيها يومك. وفعليا الاحساس ده ان انت حاسه كده ان انت بتبداي يومك بنيه معينه انت حاططيها جواكي بيخليكي تحسي بطاقه مختلفه جدا. والفكره ان لما يكون عندي نيه واضحه ليومي مش هسيب نفسي لاي مشتتات تبعدني عن النيه اللي انا حطاها لنفسي والحاله اللي انا عايزه اكون فيها. زي مثلا لو انا حطيت نيه لنفسي النهارده اول ما صحيت من نومي ان انا اكون منجزه ومنتجه وانجز حاجات كتير، فبالتالي أنا مش هسمح لأي مشتتات إنها توصلني لحالة الكسل والتسويف اللي ممكن اليوم بتاعنا يوصلنا ليها في الآخر. وبجد حقيقي جربوا تعملوا الموضوع ده وهيفرق معاكم كتير قوي. قبل ما تبدأوا أي حاجة في يومكم مجرد بس ما تفتحوا عينيكم كده وتقوموا كده على السرير تقولوا أنا نيتي النهاردة كذا. اسألي نفسك السؤال ده وجاوبيه وهيفرق معاكي كتير قوي. تاني حاجة فرقت معايا وهي قائمة المهام اليومية to do list. بس التو دو ليست دي تكون بتحتوي على 3 مهام فقط. انا كنت الاول بحط لنفسي لستة طويلة كده من المهام، وللاسف باجي اخر اليوم ابص عليها الاقي ان انا ما انجزتهاش. وبالتالي برضو لما بكون شايفة حاجات كتير ورايا فانا بكسل وما بنجزش حاجة. فبدأت ان انا احط لنفسي 3 مهام بس كل يوم، والحقيقة ان هما بيكونوا سهلين عليا وبنجزهم، بحيث ان انا لو عملت ال3 مهام بس دول وعلمت عليهم علامة صح احس ان انا انجزت في يومي واحس ان انا استفدت باليوم بتاعي وعملت حاجة فيه. على عكس لو حطيت لنفسي مهام كتير قوي وانجزت منهم واحدة ولا 2 ولا 3 هبقى حاسة ان انا ما انجزتش كل اللي انا كنت محتاجاه، وبرضه ما انجزتش الانجاز اللي كنت متوقعاه من نفسي، فبالتالي هحس ان انا مقصرة وان انا ما استفدتش بيومي في حاجة. في حين ان انا لو حطيت 3 مهام بس وال3 مهام انجزتهم وخلصتهم فهحس ان انا خارجة من اليوم ده وانا مبسوطة، وهيشجعني على اني انجز حاجات اكتر واكتر. نكتب لنفسنا 3 مهام واقعيين اقدر ان انا انجزهم فعليا بيكونوا مهمين، وفعلا لما اعملهم اكون حاسه ان انا عملت حاجه وغيرت حاجه وحسيت بفرق وانجاز. مجرد ما انجزهم هما ال3 هيفرقوا معايا كتير قوي. والتالت حاجه صغيره عملتها وفرقت معايا وهي البرين دوم، التفريغ العقلي او التفريغ الذهني. ان انا افرغ كل الافكار اللي موجوده في دماغي على ورقه قدامي، اكتب كل حاجه جوه دماغي. بالتالي ده بيخلي دماغي صافيه ونظيفه ومؤهله ان هي تستقبل حاجات جديده، او ان انا اشتغل او ان انا انجز. دماغي فاضيه ورايقه لكل المهام دي، بدل ما هي ملهية بتفاصيل وحاجات كتير مشغولة جوه دماغي موجودة ومش مترتبة، وفي نفس الوقت محسساني ان انا مش قادرة ان انا انجز، مش قادرة ان انا اعمل حاجة، مش قادرة ان انا ادخل في دماغي اي حاجة جديدة. فكرة البرين دمب ان انا بفرغ كل الافكار الموجودة في دماغي وبرتبها وبكتبها على ورقة، ده بيصفي ذهني وبيخليني قادرة ان انا ابدأ اتعلم حاجات جديدة، قادرة ان انا انجز حاجات اكتر، قادرة ان انا ادخل في دماغي حاجات جديدة مختلفة عن اللي كانت موجودة قبل كده. خلينا نكون متفقين ان طول ما احنا في دوشة جوه دماغنا طول ما احنا هنكون مشتتين، مش هنكون قادرين على ان احنا نركز في حاجة. يعني صدقوني حتى حاجة واحدة مش هتبقوا قادرين ان انتوا تركزوا فيها بسبب ان في افكار كتير وحاجات كتير جوه دماغكم متداخلة مع بعضها، فانتوا مش قادرين تدخلوا حاجة جديدة، حاسين بالعبكة، حاسين بدوشة، حاسين بلخبطة. فلما نبدأ نفرغ كل اللي في دماغنا ده على ورقة قدامنا فاحنا زي اكننا كده الدولاب بتاعنا متنعكش ومتكركب، وفجأة رحنا منزلين كل اللي في الدولاب على الأرض. نبدأ بقى إن احنا نرتب كل حاجة بتنظيم، في حاجات مش محتاجينها نرميها، في حاجات محتاجينها هنخليها، وهكذا. ده اللي بيحصل في دماغنا لما بيكون في
تشتت وفي دوشة افكار وفي لخبطة. فالبرين دمب بيساعد بنسبة كبيرة جدا ان احنا نصفي ذهننا عشان نكون قادرين ان احنا نشتغل وان احنا ننجز حاجات اكتر وقادرين ان احنا نتعلم حاجات دي. حتى فكرة البرين دمب دي هتخلينا قادرين ان احنا نفكر في المواضيع اللي محتاجة مننا تفكير من غير تشتت ومن غير توتر كمان. فبالتالي قراراتنا هتكون قرارات أصح، لأن التشتت واللخبطة بيخلي قراراتنا دايما مش مظبوطة ومش موزونة صح. فكرة إن أنا دماغي فاضية ورايقة وبفكر بهدوء من غير تشتت ومن غير توتر ومن غير دوشة كتير، ده يخليني آخد قرارات أحسن في حياتي. رابع حاجة بعملها، وعلى قد ما هي صغيرة وعلى قد ما هي حاجة بسيطة وتافهة إلى حد ما، بس هي فعليا بتفرق كتير قوي، إن أنا ألبس لبس مرتب في البيت، أهتم بشكلي في البيت. بما إني بشتغل في البيت وبعمل محتوى، فبالتالي بكون عايزة دايما إن أنا أكون جاهزة على إني أقدر أصور وعلى إني أقدر أنجز وأعمل كل حاجة في أي وقت. عشان لو أنا مش مستعدة بحس دايما إن الموضوع صعب، أنا لسه محتاجة أجهز، محتاجة ألبس، محتاجة، فبحس إن البروسيس صعبة وإنها محتاجة مني مجهود، فبالتالي بكسل وبسوف أكتر. فانا دايما بعمل ايه؟ بعمل ان انا بعد ما بخلص روتيني في البيت عادي، فخلاص اروح لابسه وجاهزه اكني نازله الشغل واكون قاعده في البيت. وده بيخليني خلاص، طب انا لبست وجهزت وخلاص وانا مش نازله الشغل فعليا، فانا محتاجه اعمل ايه دلوقتي؟ محتاجه ادور على حاجه اعملها. فبشوف بقى الحاجات اللي ورايا متراكمه عليا ما صورتهاش، لو في شغل عندي متراكم ما صورتهوش، او لو في فكره معينه جت في دماغي عايزه اصورها، فببدا ان انا اركز اكتر واشتغل على ده اكتر. بالتالي الحركه دي فعليا ساعدتني بنسبه كبيره جدا. ولو انت حتى مش بتشتغلي في البيت وقاعده في البيت عادي، فكره ان انت تهتمي بلبسك كده هتحسسك ان انت واثقه في نفسك زياده، ان انت بتعملي حاجه لنفسك مش عشان حد. يعني مش عشان نازله الشارع او مش عشان هقابل ناس فاهتم بنفسي، لا، انا قاعده في البيت مع نفسي كده، فانا برضو مهتميه بنفسي، مهتميه بلبسي، شكلي مرتب، شكلي مهندم. فدي حاجه بتفرق كتير في نفسيتنا كبنات. خامس حاجه صغيره عملتها وفرقت في حياتي، وهي فكره ان انا بعمل تنظيف وترويق عميق لغرفتي مره في الاسبوع. الفكره دي بتخليني فعلا قادره ان انا انجز وانتج اكتر، حتى لو مش لغرفتنا، لمجرد مكتبنا او المكان اللي احنا بنذاكر عليه والمكان اللي احنا بنشتغل عليه. دي حاجة مهمة ان انا كل اسبوع كده اكون برتب الدنيا، بشوف الحاجة اللي ملهاش لازمة بطلعها بره، الحاجة اللي محتاجة تتمسح بنضفها بخليها نظيفة. فكرة ان كل حاجة مترتبة، فانا بالتالي على مدار الاسبوع كل حاجة عارفة هي مكانها فين، فبروح احطها في مكانها على طول. فمهما كانت الدنيا متكركبة على مدار الاسبوع، برضو مش هتكون بنفس السوق لو انا سبت مكاني كده مش مترتب. برضو فكرة الترتيب دي بتخلينا مهتمين دايما بمكاننا انه يكون نظيف، ونكون مهتمين ان احنا عندنا عاملين ديكور كويس للمكان اللي احنا قاعدين فيه، الدنيا فيه مترتبة، الدنيا فيه هادية. ده بيخلينا حتى واحنا قاعدين بنريح في البيت، فاحنا قادرين ان احنا نرتاح فعليا كده في مكان نظيف ومكان مؤهل ان انا اكون مرتاحة فيه. فكرة اللخبطة وان الدنيا ملعبكة ومفيش ترتيب مفيش تنظيم، في تراب في كل حتة، مع الوقت ده بيدي طاقة سلبية جدا. لكن لو انا مثلا كل اسبوع بنظف المكان اللي انا قاعده فيه او بروقه كده ترويق عميق، ده بيخليني بقلل المجهود اللي ببذله كل يوم في الترويق والترتيب، وفي نفس الوقت كمان بيحسسني بطاقه ايجابيه وان انا مستعده انجز وانتج في اي وقت في المكان اللي انا قاعده فيه، لان المكان اللي انا فيه جاهز ومؤهل لكده. سادس حاجة والحاجة قبل الأخيرة واللي فعليا فرقت معايا كتير قوي دايما بتكلم فيها، وهي إني باخد كل يوم وقت لنفسي، بسرق كده أو بخلق لحظة لنفسي في أي وقت، ومهما كان اليوم طويل مهما كان اليوم مرهق، بحاول أسرق كده شوية وقت لنفسي. وقت أقعد أشرب فيه حاجة أنا بحبها في هدوء، أو حتى أسمع حاجة أنا بحبها، أسمع بودكاست. وقت كده أقعد أهتم بنفسي كده في روقان. المهم ان انا اخد وقت لنفسي في اليوم. اللحظة دي او الوقت ده بسميه زي زر اعادة تشغيل لروحي، اللي هو الوقت ده هو اللي بيشحن طاقتي وبيخليني قادرة ان انا اكمل، ان انا بسمع لنفسي في هدوء، ببقى قاعدة مع نفسي في صمت كده. ده بيخليني كده حاسة ان انا في تواصل ذاتي بيني وبين نفسي، وفي نفس الوقت انا مدركة كل حاجة انا بمر بيها وانا ماشية بريتم هادي. فدي حاجة حلوة جدا بجد. يعني انتوا تاخدوا وقت لنفسكم كل يوم، ده بعيدا عن انه هيزود ثقتك في نفسك وهيقربك في علاقتك بنفسك اكتر،
لا، هيفرق معاكي في حاجات كتير، حتى في طريقة تفكيرك. هتلاقي نفسك بتاخدي كل حاجة بهدوء، على عكس لو انت ما بتديش لنفسك اي حقية، او ما بتديش لنفسك وقتها. هتحسي دايما بلخبطة وتشتت، وهتحسي دايما بقلة في ثقتك في نفسك، وهتحسي ان انت مش واخدة حقك من كل حاجة. لكن لو انت اوريدي اديتي لنفسك حقها قبل اي حاجة، وقبل ما تستني ده من اي حد تاني، فهتحسي ان انت مرتاحة جدا، والوضع هيكون مختلف معاكي بشكل كبير قوي. وسابع حاجة والحاجة الأخيرة واللي فعليا فرقت معايا برضو كتير قوي، وهي وداعا للموبايل قبل النوم. بحاول استغل كده حتى لو 10 دقايق قبل ما انام، افصل فيهم عن الموبايل، سيب الموبايل كده جنبي، وابدا بقى ان انا لو هقرا حاجه بسيطه، هبدا ان انا اقرا قران، بقرا سوره الملك قبل ما انام، بعمل جورنالينج، وابدا ان انا افكر وارتب دنيتي في تاني يوم انا عايزه اعمل ايه. لو ورايا مهام معينه او ورايا مواعيد معينه، ببدا ان انا ارتب يومي بكره يكون عامل ازاي. الوقت ده فعليا وقت بيكون كده، احنا اصلا بنكون داخلين في مود النوم، بكون مقفله الدنيا كده والاضاءه خفيفه، بحيث ان انا ادخل نفسي في مود النوم. فان احنا نفصل عن الموبايل ونبعد عن الموبايل، ده هيحسسنا بفرق كبير جدا، واحنا صاحيين من نومنا في تاني يوم. هيفرق معاكي بنسبه كبيره جدا ان انتي لما تصحي من النوم مش هتحسي بدوشه جوه دماغك، مش هتحسي ومش هتبقي فاكره الحاجات اللي انتي كنت شايفاها في التليفون قبل ما تنامي بتأثر. فان انت تفصلي شويه كده قبل النوم، وتعملي حاجات ليها تفاصيل كده مختلفه، زي تقرأي قرآن، تقرأي كتاب، حاجة خفيفة كده، تعملي جورنالينج مع نفسك. دي حاجة حلوة جدا، وبجد بتفرق كتير قوي قوي قوي. أنا عن نفسي لما جربتها فرقت معايا كتير. وبس كده اتكلمت معاكم عن 7 حاجات غيروا حياتي للأفضل، حاجات صغيرة جدا، وعلى قد ما هي صغيرة وعلى قد ما هي بسيطة، هي بتفرق في حياتنا كتير قوي 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 فعليا. فرقت معايا كتير. لو انتم جربتم اي حاجة من الحاجات دي اكتبولي في الكومنتات. ولو عندكم حاجات تانية برضو جربتوها وفرقت معاكم، اتمنى ان انتوا تفيدوني بيها برضو في الكومنتات. وطول ما احنا بنستفيد من بعض، وطول ما احنا بنحاول نطور من حياتنا، اكيد هيبقى في حاجات تانية برضو لو عملتها تفرق في حياتي. ان شاء الله يكون في جزء تاني من الفيديو ده. وبس كده، يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم، واشوفكم دايما وتضحكوا. سلام.